سلطانية. هقول اقرأوا كتابية أو سلطانية. سلطانية لا، ده سلطانية. ضاع اسمنا، سمعته ومكانته ضاعت تحت أقدام النخاس الفكرية والتعصب المذهبي. فإلى الله السلام. الفن مهنة مهمة، زي ما محتاجة موهبة محتاجة قراية ومعلومات وثقافة عامة عن كل حاجة عشان الفنان يقدر ينوع في أدوار أفلامه. مؤخرا الثقافة دي قدرت تعمل مشكلة كبيرة وتغيير في معتقدات عند بعض الفنانين، خلتهم يطلعوا ويقولوا كلام يتحسب عليهم مش ليهم. لحد هنا كان الجدل أمر بسيط، لكن اللي حصل بعد الجدل ده كله كان مفاجأة وصدمة، هي اللي خلت كتير من بعض الفنانين من كتر الجدل بقوا يتطاولوا على الإسلام وأركانه، في منهم ألحدوا وتركوا الإسلام. في الحلقة دي هنتعرف على بعض الفنانين اللي تركوا الإسلام أو تطاولوا عليه. اعمل لايك وشير للموضوع عشان ده مهم جدا، ولو أول مرة متابع لقناتي بتمنى تاخد فكرة عن المحتوى وتدعمنا بالضغط على زر الاشتراك وتفعل الجرس للكل عشان يوصلك مني كل جديد. إبراهيم عيسى صحفي مصري، كان رئيس جريدة الدستور المصري، قدم الكثير من البرامج التلفزيونية، أشهرها برنامج حديث القاهرة اللي بيقدمه على القاهرة والناس. البرنامج ده غلط في الدين الإسلامي فيه كتير، كان من بداية 2013 لما كان بيتكلم عن الرئيس الراحل محمد مرسي واستهزائه بآية قرآنية من سورة الحق وقال عليها سلطانية. كتابية أو سلطانية لا، ده سلطانية. غنى عني مالية، هلك عني سلطانية، ثم راح يضحك بسخرية واستهزاء ويقول سلطانية. وهل الدين إلا قرآن وسنة؟ أيها الجاهل، خبت وخسرت. أما الغلطة التانية لما أنكر رحلة الإسراء والمعراج وقال إنها رحلة وهمية وما حصلتش. المعراج، طب إيه لكن مفيش معراج؟ هتصدق إن مفيش معراج؟ وكل قصة إنه طلع السماء وشاف الناس والناس اللي في النار، كل دي قصة وهمية كاملة. بسمة الكويتية. بسمة هي مغنية أصلها من العراق، اتولدت في الكويت، اسمها الحقيقي ابتسام الحميد. بسمة ده اسم الشهرة اللي خدته لما دخلت عالم الفن، قدمت مجموعة من الأغاني الخليجية. بعد فترة بعدت عن الساحة، رجعت مرة تانية تغني، ده كان سنة 2016. حياتها كانت عادية خالص لحد ما اتصدرت كل مواقع البحث بعد ما نشرت فيديو بتعلن فيه إنها تخلت عن الدين الإسلامي واعتنقت الديانة اليهودية. المنقذة بمطورة باسمها الكويتية من الكويت. أعلن تركيب الإسلام دين النفاق، دين الإرهاب الذي يستحقر المرأة ويضطهدها ويعنفها ولا يعطي حقوقها بالكامل، وبكل فخر أعلن اعتناقي للديانة اليهودية. الفنانة شيرين رضا معروفة إنها من الفنانات الجريئة في أدوارها. في لقاء ليها في برنامج أنا وأنا اتعرض ليها تغريدة بقرار توحيد الأذان اللي قالت إن صوت الأذان بيكفر البني آدمين، ووصفت الأذان إنه بيجعر وإنها بتنفزع من الصوت، وقالت اللي بيأذن بيجعر دايما في الميكروفون. الموضوع ده عمل جدل كبير. الفنانة أحلام الشمس علقت على كلام شيرين بغضب وقالت الأستاذة الفاشلة عايزة صوت موسيقي هادي عشان محدش يزعجها، واستشهدت بآيات قرآنية وأحاديث شريفة. يلا نصلي، يلا تزعك عشان تصلي. وبعدين الراجل اللي بيجعر لي في الميكروفون ده، وانت مش سامع صوتك ولا انت قاصد تعمل كده؟ ليه لما اجانب يجوا وهم ماشيين في الشارع يسمعوا الجعير ده؟ طب انت مش محترم كل الناس اللي عايشين في العمارات اللي حواليك دي يا اخي؟ محمد المؤمن. محمد هو بيكون إعلامي في دولة الكويت، اسمه الحقيقي محمد هشام محمد مؤمن، حفيد الإعلامي الكبير محمد مؤمن اللي بيعتبر من مؤسسي إذاعة الكويت الرسمية. سنة 2021 أثار الجدل في فيديو كان بيعلن فيه اعتناقه للديانة المسيحية، وحتى في الفيديو بين الصليب للمشاهدين وردت كلام زي إحنا أبناء عيسى ابن مريم. بعد سنة من الإعلان ده تقريبا عمل لايف تاني بيعلن فيه رجوعه للدين الإسلامي. أحنا أبناء عيسى ابن مريم، لا إله إلا الله، لا أعود إلى دين محمد وآل محمد وثبتني. دينا مسعود.
دينا مغنية وممثلة مصرية بدأ مشوارها في الغناء سنة 2000 عشان تكون فرقتها الخاصة. من أشهر الأغاني اللي قدمتها بتنادي تاني ليه وليالينا. قدمت العديد من الأعمال السينمائية التلفزيونية زي فيلم جعلتني مجرما ومسلسل قلب حبيبة. في يوم شاركت دينا صورة ليها في إحدى جبل من جبال اليونان. ركزت قوي إن ظهر على ظهرها تاتو كان مكتوب فيه خصومة قلبي مع الله. الصورة دي أشالت جدل كبير، ناس كتير اتهموها بالإلحاد. لما محمود سعد استضافها في برنامج آخر النهار كان ردها إن كل واحد حر وإنها مش هترد ولا تعلق على اللي هم كتبوا عليها. إيناس الدغيتي. إيناس مخرجة مثيرة للجدل بالأفلام الجريئة اللي بتقدمها أو بآرائها اللي بتقولها دايما في البرامج التلفزيونية. في برنامج 100 سؤال قالت إنها حلمت إنها كلمت ربنا وقالت له في حاجات في الأديان مش مصدقاها وحاجات في كلام الأنبياء مش مقتنعة بيها. لا يا شيخة، فيها حاجة يا جماعة، هو أنا مش بقول في الأديان السماوية؟ لا، مش بقول له في حاجات في الأديان أنا مش مصدقاها، لو كنت غلط سامحني. ملحم بركات. ملحم هو مغني وملحن لبناني كده، اعتبر من أشهر الملحنين والمغنيين اللبنانيين والعرب. اتوفى سنة 2017 عن عمر 71 سنة بعد ما ساب أعمال كتير من السينما والمسرح والغناء. ملحم مسيحي الديانة، اتزوج 3 مرات من ضمنها الفنانة مي الحريري اللي دخل للديانة الإسلامية مخصوص عشان يتزوجها. بعد طلاقهم بفترة رجع تاني للديانة المسيحية. أما الفنان محمود الجندي ده قصة تانية خالص. الفنان الراحل محمود الجندي كان من النجوم الكبار اللي قدم أكتر من 100 فيلم وأكتر من 150 مسلسل. في فترة من حياته مرت مرحلة الشك الديني. الفترة دي وصف فيها الفنان إن كانت فترة تنمر لأنه كانت مكتبته مليئة بالكتب اللي مليانة الإلحاد، فبدأ الشك يخرج في ثوابت الدينية وفعلا ابتعد عن ربنا كتير. ده كان سبب كتاب اسمه حروب دولة الإسلام وطريقة الكاتب اللي خلته يشك في الأحاديث النبوية ويبتعد عن ربنا. لكن ما ألحدش، بعدها جاله خبر وفاة مصطفى متولي. بعدها على طول وراه الحريق اللي كان معمول في شقته وتسبب في وفاة مراته. وكانت أول حاجة اتحرقت في الشقة المكتبة، وخصوصا جزء المليان كتب عن الإلحاد كان بيتحرق ويتولع كأنه بيتحداه. بعدها رجع لطريق ربنا وصلح من نفسه تاني. محمود الجندي اتجه لاتجاه اخر، قالوا اتجه الى الالحاد. قالوا ان محمود الجندي مكتبته اصبحت مليئه بكتب الالحاد لحسب الشيخ رجعت. فكان عندي شبه ان كل حاجه انا بعملها خلت التانية السيئات بقى اكبر شويه في التفكير. مفيش حاجه تقول انا اصدق الحلقه دي مش عشان نقول فيها مين فنان دخل الاسلام او في مين الحد. الحلقة دي توعية، وخصوصا في عصر الأزمات المادية اللي خلت جماعات كتير تستغل الفترة دي وتستغل شبابنا وتقول لهم هندعمكم ماديا، في المقابل هتترك الديانة الإسلامية وتدخل في ديانتنا وتعمل فيديوهات تشتم فيها دينك الإسلام. بتمنى ان الآباء يوعوا أولادهم وشبابهم عن خطورة المشكلة، وبتمنى من شبابنا يكونوا عارفين دينهم كويس ويكونوا مقتنعين ان النفس اللي خارج ممكن ما يدخلش تاني. أسيبكم في رعاية الله، مع السلامة.